ميزة بلدنا إننا بنتكعبل في تاريخنا في كل حارة أو عطفة. زي النهاردة اتكعبلت في 700 سنة فاتوا شارع سوق السلاح. الشارع ده كان المصدر الرئيسي لتوريد السلاح وقت عصر المماليك، وتسمى كمان بسويقة العزي نسبة إلى الأمير عز الدين بهادر، أحد أمراء المماليك البحرية، اللي يقال إنه كان ساكن في الشارع ده. سوق السلاح موجود في منطقة الدرب الأحمر ومليان بالآثار. أول ما تدخله هتلاقي بوابة منجق السلحدار اللي عمرها أكتر من 600 سنة، ودي كانت مخزن للأسلحة وقتها، وحالياً مش باقي منها غير شكل البوابة. وتمشي شوية هتلاقي مسجد ومدرسة ألجاي اليوسفي، واللي أنشأه الأمير سيف الدين ألجاي لتعليم علوم الدين والدنيا من 650 سنة تقريباً. وقصاد المسجد هتلاقي سبيل مصطفى سنان اللي عمره أكتر من 300 سنة، واللي أنشأه الأمير مصطفى سنان باشا زاد. وحمام بشتاك أو زي ما بيقولوا حمام بشتك اللي عمره تقريباً 700 سنة. وسبيل رؤية دودو اللي بنته أمها بدوية شاهين على روح رؤية اللي ماتت في عز شبابها، وتقريباً السبيل ده عمره 300 سنة. أما مسجد ألتي برمق عمره حوالي 400 سنة، واسمه على اسم الشيخ اللي مدفون فيه ألتي برمق. وشوية هتلاقي بيت يكن اللي حكايته حكاية اتبدلت عليه أجيال كتير من 400 سنة تقريبا، وبقى في النهاية جزارة، لكن أنقذه المهندس علاء الحبشي من الهدد واشتراه ورممه، وبقى مركز ثقافي تعليمي لكل أهل المنطقة، وكل حاجة وليها قصة وحكاية ورواية. في الخمسينات اتحولت المحلات في شارع سوق السلاح من بيع السلاح لتصليح السلاح، واختفت المهنة بعد كده. وتمر السنين وما يفضلش من سوق السلاح غير اسمه. معالم اتغيرت ومحلات اتبدلت، ويفضل المكان شاهد بتاريخه وأثاره على زمن الدروع والرماح. سوق السلاح.